انت عمرك حسيت اللي انت اصلا مش واثق في نفسك؟ طب عمرك حسيت اللي انت اقل من اللي حواليك؟ الفيديو ده ليك. النهاردة هكلمك عن الصحة النفسية. لازم تكون الصحة النفسية من اهم عواملها اللي هي المينتال هيلث، الصحة العقلية، وكمان رعاية النفس اللي قائمة على السيلف كير، الثقة بالنفس. لازم تكون مهتم بالصحة النفسية جدا بتاعتك، لان دي بتساعدك اللي انت تحسن حالاتك في جميع مراحل النمو المختلفة بتاعتك. وكمان الصحة النفسية أصلا عالية جدا من كتر التفكير اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. التفكير الزائد زاد بسبب التوتر والقلق، بسبب ان الناس بتقارن بعض على السوشيال ميديا بطريقة غريبة. طب انت ما تعرفش الأصل ايه، ما تعرفش ده عنده ايه، وحتى لو أحسن منك. حد مثلا سهران على التيك توك بيعمل لايفات لآخر الليل، ده مش هيستفاد حاجة. اللي مش هيستفاد حاجة لأن هو مش بيسعى، خدها من الطريق السهل، ما جابهاش من تحت. عشان كده الصحة النفسية مهمة جدا في الحوارات دي. ممكن يكون الصحة النفسية الناس بدأت تهتم بيها بسبب الفلوس، بسبب الضغط في الشغل، بسبب الضغوط اليومية، بسبب التوتر والقلق، بسبب العلاقات، بسبب التكنولوجيا. ما ينفعش انت تشارك كل لحظاتك الحلوة او الوحشة على السوشيال ميديا، لان ده هيأثر عليك بالسلب. عشان كده العوامل اللي بتأثر على الصحة النفسية كتير، ولازم انت تكون مهتم بمظهرك عن طريق حاجة اسمها CBT، اللي هو السلوك المعرفي، اللي الناس اصلا بتقدر تفوق من الغيبوبات اللي عندها عن طريق الصحة النفسية، لان ده بيوصلك لطريق كبير جدا بيحددك للأسطورة اللي انت عايزها. الصحة النفسية تتكون من الأفكار اللي هي السولز. لازم تعرف إن الأفكار اللي أنت بتفكر فيها، هل دي أفكار هدامة؟ هل دي أفكار بناءة؟ هل دي أفكار أصلا هتساعدك إن أنت توصل لحلمك؟ أكيد لو بناءة. لو أنا دلوقتي فريق، زي أنا مثلا دلوقتي النادي الأهلي، نادي الزمالك، فريق كرة كبير، عايز أبني نفسي عشان أوصل للي أنا عايزه، ده بناء. دلوقتي تفكير هدام هيوديني في حتة تانية. انا مش محدد اللي انا عايزه. ليه مش محدد؟ لان ما عنديش الغاية للوصول الى هدف معين. تمام برضو. بس انا عايز اوصل لك معلومة، مش اي حاجة تتقال نمشي وراها. لازم نخش المجال ونتعلم ونعرف احنا بنتكلم عن ايه عشان نحدد اللي احنا عايزينه. يعني مثلا دلوقتي انا لابس حظوظ فلسطين، حد سألني انا لابسها؟ لا، عشان مزاجي، عشان انا بحب البلد دي، عشان البلد دي شافت حاجات اصلا لو احنا شفناها كنا زماننا انهارنا من زمان. عشان كده الصحة النفسية، المجتمع لما بيكون فيه ضغوط كتير التوتر بيزيد. فانا اعمل ايه عشان اخف التوتر؟ اخد بالي من صحتي النفسية والمنتال هيلث بتاعتي، واكون عندي فول تايم، دوام كامل، اللي انا عايز احقق النجاح والوصول الى الهدف الممتن، لان هو يحقق لي حلمي. بعد كده هنتجه لسكة تانية اسمها سكة المشاعر، اللي هي سكة الايموشنز، سكة العواطف. هل انت مشاعرك نحو الصحة النفسية ماشية في اتجاه السليم ولا رايحة اتجاه تاني؟ ما انا معرفش. انت بتحدد عواطفك، هل انت حزين، هل انت فرحان؟ اوعى تهرب من مشاكلك، واجه مشاكلك بنفسك، لان انت لو ما تعودتش على نفسك من صغرك مش هتعرف هتجيبها بعرقك وانت كبير والله. تالت حاجة من العوامل المؤثرة على الصحة النفسية، الفيزيكال بتاعتك، الجسم بتاعك ماشي ازاي. هل جسمك هيأثر على حالتك النفسية؟ طبعا. لو انا كسول وما عنديش غاية للهدف، ما عنديش غاية ان انا انزل واتعامل في سوق المجتمع واشارك الناس في العمل الحر والعمل التطوعي، هكون انا اصلا كئيب. عشان كده الجسم بيأثر على حالتك النفسية والمزاجية. انا شخص نشيط هتحرك، انا شخص كسول هقعد. خمول ما عنديش صحة، لا، شغل نفسك، اعمل على حساب نفسك، لان الصحة النفسية مهمة عشان بتأثر على حالتك الجسدية. وايه اللي بيأثر على الصحة النفسية؟ هل الصحة النفسية بتيجي لوحديها؟ اكيد انا مش جايبها من الشارع، دي قائمة على تجارب انت عشتها من وانت صغير، زي الوراثة. دلوقتي انت خدت حاجة من عند ابوك او امك، خدوها فيك، مش عارف بقى دي سرعة نجاح، سرعة فشل، سرعة اللي انت اصلا مش عندك الوصول لهدف معين. زي مثلا دلوقتي واحد ابوه عنده صلع وراثي،
بيروح طبعا الابن بياخد الحاجات دي لما بيكبر. الوراثة اللي هي الجينات الوراثية. طب تاني حاجة من العوامل المؤثرة على الصحة النفسية اللي هي المينتال هيلث المهمة جدا في الحتة دي، اللي هي الطفولة المبكرة. دلوقتي أنا عايش في بيت مثلا شفت فيه حاجات كتير وحشة مش عجباني، فالحاجات اللي أنا بشوفها من صغري بتأثر على كبري، مش بعرف أواجهها بعد كده. والله العظيم ده اللي بيحصل. وكمان الضغوط اليومية بتأثر عليك، ضغوط الفلوس، ضغوط الشغل، ضغوط الدراسة، ضغوط العلاقات الاجتماعية، كل الحاجات دي هتبوظني. انا ليه؟ لا، انا عاوز ابني نفسي، انا عاوز اساعد نفسي، انا عاوز اوصل لاحلى ليفل من نفسي. عشان اهتم بصحتي النفسية، اهتم بعقلك، اهتم بالمنتال هيلث، اهتم بالبرين ستورم بتاعك، اهتم بالعاصف الذهني اللي انت عايز توصله. والله العظيم والله العظيم انت تنجح، هما يزعلوا. لما انت تيجي تنجح انت عملت حاجة لنفسك. عشان كده يا ابو الاصدقاء ركز في اللي انت عايزه بس. عموما عشان تحافظ على صحتك النفسية لازم تكون مركز في اللي انت عايزه بس. ايه اللي انت عايزه؟ انا عايز اوصل لهدفي، يبقى انا هوصل لهدفي. العب رياضة، نام كويس، ركز في شغلك. اللي انا كسبته من نهاية الحلقة دي ان الثقة في النفس هي الثقة اللي هتوديك الناس تكتسبك بالاحترام. لو عجبتك الحلقة بتاعت المنتال هيلث الصحة النفسية، اكتب لي في الكومنتات اكتب لك ايه في الحلقة الجاية. شكرا.